كتير في ناس بيسألوني اللي عم بيصير معهم هل هو ADHD أو هو ناتج عن صدمات عاشوها بطفولتهم ببيتهم مع أهلهم بمدرستهم. الصدمات النفسية والADHD بيشتركوا بكتير أعراض مثل قلة التركيز، نوبات الغضب، حساسية زائدة، انسحاب من الأنشطة. لهيك بيكون التشخيص أوقات صعب، وأحيانا حتى نعرف نميز بيناتهم. 3 فروق رئيسية بننتبه لها. 1. مصدر الصدمة، هل السلوك نتيجة إساءة، خسارة، رد فعل على حدث مؤلم، أو نمط عصبي خلقي متكرر بيظهر باستمرار ومش مرتبط بحدث معين. 2. هل الأعراض هي نتيجة الذكرى المؤلمة أو لا تشتت وفرط حركي مستمر بغض النظر عن المكان أو الحدث. طيب، و3 هي الكوابيس والخوف المفاجئ والانسحاب العاطفي، أو فقط لأن عم بعاني منه صعوبة بتنظيم الوقت، نسيان متكرر، صعوبة بالتركيز، حتى لو كانت ببيئة آمنة. لما نفهم أصل المشكلة نقدر نختار العلاج والدعم المناسب. لهيك دايما بقولكم تابعوني تتعرفوا أكتر وتتعلموا استراتيجيات، وإذا بعدكم مش متأكدين هو صدمة ولا ADHD فيكم تحجزوا جلسة تشخيصية معي لحتى تعرفوا بالضبط من وين بدكم تبلشوا. وتذكروا، مش كل سلوك مزعج سببه اضطراب، أحيانا بيكون فقط نداء للمساعدة. علقوا بكلمة تشخيص ونحن رح نتواصل معكم.